السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد، وإن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الدونتس بطريقة سهلة وبسيطة وهتبقى جميلة قوي قوي، يعني هتعجبكم. هتعملوها كل يوم، من حلاوتها هتعملوها كل يوم إن شاء الله. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، أي دقيق. معايا هنا بيضتين، ومعايا معلقتين كبيرة سكر ومعلقة خميرة برضو كبيرة. معايا هنا 3 معالق زبدة، مفيش زبدة ممكن سمنة. معايا هنا كوباية لبن لو احتجت اكتر من كده. كوباية اللبن كوباية عادية، ما دافية، حاجة بسيطة على حسب بقى احنا في الشتاء او في الصيف. لو في الشتاء ندفيها، لو في الصيف عادي تبقى عادية بدرجة حرارة المطبخ عادي، والحاجات دي كلها بدرجة حرارة المطبخ. بنبتدي كده نحط ذرة ملح. ذرة ملح قلنا حاجة بسيطة كده على ايدينا على الدقيق اهو. هنحط الخميرة والسكر، نقلب كده. هنحط البيض، هنحط الزبدة، هنقلبهم مع بعض كده كويس. انا قلبتها كويس اهو بالمعلقة، ما كملتش دقيقة اهو. هبتدي احط اللبن على حسب، برضه مش هحط اللبن كله، ممكن احتاج اكتر من كده، ممكن يتبقى اهو. هقلبه، انا عايزاها عجينه ماسكه عادي، مش لينه ولا حاجه. انا بقلب لغايه دلوقتي بالمعلقه. انا كده على فكره مش هاخد اللبن ده كله، هاخد نص كوبايه بس. خلاص كده انا كملتها عجن. هي خدت اقل من نص كوبايه لبن. اللبن اللي انا حطيته مره واحده فطلع زياده، زودتها معلقتين دقيق عادي، مش مشكله. لان انا عايزاها هي بتلزق في الايد كده عادي، مش مشكله. انا عايزاها تكون مش طريه قوي ومش جامده، يعني هي كده حلوه. انا عجنتها لمده حوالي 5 دقايق عادي، بتلزق في الايد كده مش مشكله. لما اجي بعد كده اطلعها واقطعها، هحط عليها هرش رشه دقيق، وهبل ايدي برشه دقيق، هتبقى كويسه معايا وهتتقطع مش هتلزق في الايد. خلاص كده اهي. هسيبها بقى ترتاح حوالي 10 دقايق، وهرجع لكم تاني واحنا هنقطعها سوا وهنشوف هنعمل فيها ايه. هغطيها برضو الاول، هغطيها بستريتش او اغطيها بكيس بلاستيك او اغطيها بفوطه، اي حاجه علشان تختمر معايا. وهرجع لكم تاني بعد 10 دقايق. دلوقتي انا هغطيها عادي اهي، انا لميتها اهي، شايفين هي كده حلوه. انا مش عايزاها اطرى من كده. اغطيها عادي، ممكن اغطيها بغطاء ازاز عادي اهو. اهم حاجه ان هي تختمر. احنا كده كده في الصيف وفي الحر هتختمر معايا بسرعه ان شاء الله. ودلوقتي الدونتس اهون بعد ما تخمر معانا ما شاء الله، ملأ البوله بتاعتي خالص. ازاي بعفر ايدي بالدقيق كده اهي عادي، واطلعها بقى. بجيب رشة دقيق الاول، ارش رشة دقيق كده هنا عادي، مفيش فيها اي حاجة. وانزل العجينة بتاعتي اهي، وبعدين هقطعها. هي لازقة وعاملة كده علشان الزبدة، عشان هي فيها زبدة، بس هي مبتلزقش في الايد اهي. اهي بلفها كده اهي عادي في الدقيق عادي. بقطعها بقى زي ما انا عايزه، او بفردها. انا هفردها كلها، انا ممكن اقطعها صغير وافردها، بس انا هعملها هفردها كلها، لان انا مش ممكن اقطعها قطع صغيره واعمل القطعه زي القرصه كده. لا بس انا دلوقتي انا هفرد دي كلها كده وخلاص.
دلوقتي انا فردتها بسمك، ما هيش رقيقه ولا هي تخينه. حلو، اصبري يا سنة. بجيب كوبايه بقى واسعه كده من فوق، وببتدي لو عندي قطعات ببتدي اقطع اهي، بقطعها دواير كده، وبجيب غطا ازازه وفي النص وبقطع كده اهي. دي عشان اعملها دونتس اللي هي مفتوحة من النص اهي، ده شكل. وهعمل برضو دونتس مدور، هعمل برضو شكل تاني مدور كده، بس كده هعمله كده، وهعمل من ده وهعمل من ده. واللي طلعت دي الدايرة الصغيرة دي انا مش هرميها ولا هعجنها تاني، دي هعملها برضو كور صغيرة كده. خلاص هقطعها كلها وهرجع لكم. بنلم كده الزيادة هي، وبنعملها تاني كده عجينة، وهنعملها برضو هنفردها ونعملها تاني نقطعها اهي بالشكل ده كده، وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا فردت دي مستطيلة كده وبالسكينة، وهقطعها هعملها برضو شكل تاني، هقطعها كده وهقطعها من النص كده، هعملها مستطيلة كده برضو اهي بالشكل ده كده، هظبطها كده اهي. شايفين التخانة بتاعتها؟ ما هيش تخينة قوي، هسيبها تتخمر حاجة بسيطة، بس هسيبها 5 دقايق ولا حاجة، وبعدين اولع على الزيت واعملها معاكم. خلاص كده انا عملتهم كلهم اهو، عمل لي هنا 10 من المتخرم ده و10 من المدور، وعمل لي هنا برضو طول حوالي 10 برضو اهو من المستطيل. انا حطيت دلوقتي الزيت على النار، وهبتدي ان انا احط فيه الدونتس كده، هشيلها اهي بالراحه. انا سبتها بس حوالي 10 دقايق. بتتنفخ لوحدها في الزيت اهي، ممكن احط عليها زيت كده وينفخها اكتر كمان اهو. بتتنفخ لوحدها اهي. عايزين نعمله اتخن من كده، عايزين نعمله اكبر، عايزين نعمله اصغر، نجيب كوبايه صغيره، نجيب قطعه صغيره اهي، بحمر على طول اهو، بنقلب على طول اللون الذهبي اهو كده. وبرضه هنحط من المدوره اهي، هنحط عليها زيت كده عشان تتنفخ. هنبتدي نطلع التانيين دول. اللون ده كده حلو قوي، نطلع على طول. ودي شايفين اتنفخت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهو. في ثواني ما بتاخدش، يعني وصفة جميلة وثواني مش هتاخد مننا وقت خالص اهي. لما اعمل عليها الزيت كده من فوق بيساعدها تتنفخ اكتر اهي، شايفين؟ بدي حرارة من تحت ومن فوق بيخليها تتنفخ على طول اهي. حاجة ما شاء الله جميلة تتاكل كده على طول. خلاص كده اخلص الكمية وهرجع لكم تاني. خلاص كده خلصت، شايفين الكمية بتاعتي؟ بسم الله ما شاء الله، من 3 كوبايات دقيق. وعلى فكرة ممكن نستبدل الزبدة، نستبدلها بسمنة، بس الزبدة بتبقى جميلة ومديها طعم حلو وطراوة كده للمخبوزات. شايفين الاشكال بتاعتها المستطيلة اهي، والمدورة اهي.
ودي المفتوحة دي، شايفين ريحتها بقى؟ ما اقولكوش ريحتها وطعمها خرافة. ممكن تتاكل كده حلوة قوي. ممكن نزينها، وانا هحشيها بالكريم باستري، وهحشيها بالنوتيلا. انا عامله جايبه الكريم الباستري، عملته نص كوبايه لبن متلج، حطيت عليها نص كوبايه كريم باستري وضربتهم بالمضرب لغايه ما اتماسكوا معايا. وجبت نوتيلا برضو حطيتها على طول في كيس. ده شكلهم، ده شكل الكريم باستري بعد ما عملته. انا عملت الشويه الصغيرين دول وحطيتهم في كيس، او ممكن احطهم في كيس حلواني عادي. والنوتيلا برضو شويه كده مش كتير عشان احشيهم. هفتح الكيس كده واحشيهم، بس انا هسيبهم يهدوا شويه لان سخنين. هسيبهم بس 5 دقايق ولا حاجه يبردوا وبعدين احشيهم. خلاص هبتدي احشي الدونتس بتاعتي. ممكن اعمل فتحه من هنا كده، الفتحه دي كده، واحط فيها الدونتس. هفتح الدونتس من هنا، عملت لها بعمل الكمية اللي انا عايزاها وبحشي برضو زي ما انا عايزة. وهفتح واحدة من دي برضو اهي من الجنب كده. دي ممكن محشهاش، ممكن احط عليها من بره وخلاص، اللي هو دي ممكن احشيها كده. ممكن املاها كلها على فكرة، حشى من الناحية دي ومن الناحية دي كده اهي. حطيت فيها برضو شوية، وممكن وهحشي دي برضو معاكم اهي. دي ممكن نفتحها من هنا كده. ممكن احشي كله، ممكن اسيبه، ممكن اسيب شوية اهي مدورة اهي. فتحة بس، فتحة بس صغيرة اهي. هحشي نوتيلا اهي. هعمل نصهم واسيب نصهم. خلاص كده انا خلصتها اهو. ده اللي حشيته، شايفين؟ خلاص اهي، دي اهي. وهنا دي اللي فيها الباستري، باستري جواها اهي ما شاء الله، جميلة جميلة. وهنا دول اهو منفوخة معانا وجميلة، والحشو فيها اهو. ممكن نحط حشو اكتر من كده، وممكن نحط قليل عادي اهو. خلاص كده الدونتس بتاعنا خلص، وده شكله النهائي اهو. يا رب يعجبكم، وسلام.